كل عام وحضراتكم بألف خير. كل عام وأنتم أحرار لا تحنوا رؤوسكم لغير الله. ربنا يجعلها أيام نصر وتمكين على الأمة الإسلامية. قولوا أمين. هي كمية عناوين كل واحد منهم ينفع يعمل بث أو حلقة كاملة لوحده. ما اعرفش هيكون صادم لو قلت لحضرتك جزء من تلك العناوين اللي بتحويها او يحويها ذلك البث. على سبيل المثال، نائب في الكونجرس بيعلن ان ورود اسم ترامب في مذكرات إبستين اللي بيتستر عليها ترامب اكتر من ذكر اسم الله عز وجل في الكتاب المقدس. ترامب مستعد لمقابلة خامنئي إذا وافق الأخير. معرفش ده فخ أو حقيقة. ليندسي جراهام حقيقة البوق الناطق لترامب واللي بينسق معاه كل حاجة حتى عمليات الابتزاز، بيقول للسعودية كفى كفى كفى، ابن زايد ليس صهيوني، كفى هراء، كفى ترهات، ابن زايد ليس صهيوني. هنتكلم عن ذلك العنوان بالتفصيل. حقيقة عناوين كتيرة جدا. كفوا أذاكم عن الإمارات، هكذا قال ليندسي جراهام. وتوماس ماسي اللي بيتبنى موضوع جيفري إبستين بيكتب وصيته. أي والله من غير ما أبالغ كده، وكأنها بلاغ للرأي العام. وصية خطيرة جدا. هذا الرجل من أكتر الحاملين لملف إبستين ومن أكتر من يلعنهم ترامب. حقيقة لو قلت العناوين، جيف بيسوس حقيقة اللي خضع وعمل عشان ترامب يكف أذاه عنه، وعمل الفيلم بتاع ميلاني اللي هو ب40 اداها 40 مليون دولار، بيفصل 300 من واشنطن بوست في مشهد خزعبلي. خلينا نبدأ يعني مش عارف نبدأ منين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ من وزير خارجية الصين اللي التقى مع وزير خارجية ألمانيا وفرنسا، وقال الاتحاد الأوروبي والصين شركاء لا خصمان. الصين بتستغل المساحة أو الجبل الكبيرة اللي بين أمريكا وأوروبا، وبتكسب كل يوم أرض، وبتسرسب سياراتها وبتسرسب منتجاتها، ومحدش عارف يعمل ايه. على فكرة الصين عاملة حقيقة تصدير بمليارات عن طريق مواقع زي شي ان وتيمو وكده. مستغلين ثغرة انه مش ثغرة، يعني المتاح للمواطن الاوروبي انه اقل من 800 دولار ده ما بيبقاش عليه ضرائب، فمحققين صادرات بمليارات وحاولوا يحاربوهم بشكل كبير جدا. التصريح ده بيؤكد المساحة اللي بتكسبها الصين طوال الوقت. ميرتس بيؤكد انه هيبني جيش الماني كبير جدا وقوي جدا، وانه بيستعد بكل الحاجات. ماكرون بيدعو لبناء والفطام من امريكا باسرع ما يكون. اعفاء وزير الاستثمار السعودي، ده كمان من الاخبار. بما ان قلت لكم العناوين فما اقول لكم حاجات البعيده عن العناوين بقى. اعفاء وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح من منصبه. حقيقه جزء كبير لازم تعترفوا انه من رؤيه طال عمره بتاعه 2030 حقيقه لم تؤت ثمارها. المدينه اللي على الخط الطولي وحاجات كتيره جدا من رؤيه 2030 ما اكتملتش، وتم ايقاف تلك المشروعات لانها مش جديه. وده استتبعه بكل تأكيد اعفاء وزير الاستثمار السعودي من منصبه. عايز اقول لكم بقى عبد الخالق عبد الله بيشمت في الحكايه دي، وكتب ايه عبد الخالق عبد الله مستشار شيطان العرب. اعفاء وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح من منصبه بسبب تعثر مشاريع ملياريه اتضح انها غير مقنعه، وفشلت في جذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة لتحقيق رؤية 2030 في الوقت التي تدفقت الاستثمارات الأجنبية على الإمارات بأرقام قياسية بلغت أكثر من 45 مليار دولار في 2025، والصادرات الإماراتية تتعزز يوميا. طبعا في معركة مش عدى على الأصابع. قلت لك هو لازم حد يخلص على اخوه. انسى اي حاجه. المنطقه لا تحتمل
MBS وMBZ كما يطلق عليهم يعني. فطبعا كميه غل كبيره جدا. طبعا الكونجرس الامريكي على ذكر الامارات ضغوط كبيره داخل الكونجرس لاستمرار تجميد بيع السلاح للامارات على خلفيه مشاركتها في جرائم ضد الانسانيه وجرائم تطهير عرقيه في السودان. على الاقل يعني بالنسبه للكونجرس في ضغوط لاستمرار تمديد بيع السلاح للامارات. الامارات طبعا بتلجأ لاسرائيل بشكل كبير، وده واضح في تصريح ليندسي جراهام. ليندسي جراهام بقى بيقول ايه؟ كن ذكيا، بيوجه رساله لابن سلمان بخصوص هذا الشأن. توقف عن ذلك. المملكه العربيه السعوديه توقفي عن ذلك. لقد سئمت من to MBS and MBZ. Knock it off, Saudi Arabia. Knock it off. I'm tired of this crap. MBZ is not a Zionist. شوف، قلت لك الامارات شحدت كل الاسلحه ومفيش سلاح اكتر من ظل الامارات، ظل الكيان في المنطقه حقيقه ومنفذه لكل اجندتها، منتهى القذاره والنجاسه اللي ممكن تتخيلها. MBZ ليس صهيونيا. هو محمد بن سلمان لم يجرؤ ان يقول على ان MBZ صهيونيا. ما تفعله يشجع ايران من خلال وجود هذا الصراع. اعلم ان في اختلافات ولديكم اختلافات في السودان، لكن علينا ان نفكر في الصوره الكبيره. انتوا كلكم خدامين في صوره كبيره، كل واحد فيها يأدي دوره. يلا العبوا مع بعض. كفى هراء يا ابن سلمان. هكذا توجه ليندسي جراهام بالخطاب لمحمد ابن سلمان. ليندسي جراهام كان انفجر مبكرا. ابن سلمان بعت له اخوه خالد ابن سلمان وزير الدفاع، طلعوا في الصوره اللي عملوا كده وحاول يلم المواضيع. هو استاذ الابتزاز. انا زي ما قلت لحضرتك لا استبعد على الاطلاق ليندسي جراهام قام بهذا الدور وقت خاشقجي، وكان اكتر من حمل السيف لمحمد بن سلمان. وبزعم بعد مرور تلك السنوات ان ده كان بتنسيق كامل من ترامب لزياده حلب ابن سلمان. يعني ترامب كان بيلم ورا ابن سلمان بشكل حقيقه الملك سلمان نفسه لو في منصب ترامب مش هيقدر يرم ورا محمد زي ما ترامب لم. والله قولا واحدا لا يقبل القسمة على اتنين، لكن في نفس الوقت عايز يستفيد. ترامب بيزنس مان قبل ما يكون سياسي، فحلب ويسيطر على السعودية. فحلب ابن سلمان عن طريق ليندسي جراهام اللي كان واخد خطابات نارية. هذا الدور بزعم انه بيتم في تنفيذه دلوقتي. ترامب مش قادر ينحاز لابن زايد، لكن ليندسي جراهام بيلعب تلك اللعبة نيابة عن ترامب، لان اسرائيل اللي بتضغط على ترامب في إبستين خلاص القصة بقت اشيع من ان حد يتخيل انها سر يعني عن طريق إبستين. فطبيعي بتضغط عليه ايضا من اجل الامارات، لكنه مش هيقدر يلعب الدور ده في ذلك التوقيت اللي هو محاصر فيها ايران ويدوس على السعوديه، لانه عارف كمان ان ابن سلمان مجنون. يعني ابن زايد يمتلك كثيرا من العقل الشيطاني، لكن ابن سلمان في الجين الاساسي ليه مجنون، فمش قادر يلعب. فليندسي جراهام هو اللي بيلعب اللعبه دي بمنتهى الخبث. ليه؟ لان السعوديه لم تتراجع، ومحمد بن سلمان قلت لك لو شفتهم بيبوسوا بعض وبيحضنوا بعض ويبوسوا اللحى ويطلعوا اعرف انه كذب. تميم على فكره في الوساطه الثانيه راح لمحمد بن زايد عشان يقول له اعقل وروح بعد وساطه الكلب السيسي. انت عارف ان السيسي في الضلمه ادى حته ارض جديده اللي هتعرفوا عنها هتسمعوا عنها في الايام المقبله، وابقطاعوا هذا الجزء للامارات تاني من جديد. فطبعا السعوديه مولعه. السعوديه مولعه لان الكلب بيتنطط على الحبال وحقه. الاثنين بيخدموا عليه محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. هم اللي صنع كاس هيشرب منه، وهم اللي عملوا كاس الحنظل ده اللي بتدوق منه الامه مش مصر كلها. فتميم بن حمد راح لمحمد بن زايد بلا اي تفكير. دي وساطة تانية من ليه؟ عشان محمد بن زايد يروح راكعا نادما، ولازم هو اللي يزور ابن سلمان لمحمد بن سلمان وبتاع عشان ينظر له نظرة عطف. ده اللي رايح بيه. وحتى اذا حدث هذا المشهد افهم ان الحكاية انتهت. الصراع عنيف جدا هو لسه ظاهر على السطح بمناسبة اليمن، وبزعم ان احنا كنا من القلائل اللي اكدنا على ذلك الصراع المحتدم، وان تلك المنطقة لن تحتمل الاثنين مع بعض. لازم يبقى ليها قائد، وهم كل واحد لازم يخلص على اخوه، مش هيعيشوا مع بعض تاني. حاولوا كتير جدا لكمية الجرائم المشتركين فيها سويا لكن مش هيقدروا. فعشان كده ليندسي جراهام قال له لم تعابينك ابن زايد من الصهيوني. حقيقة
تصريح كان عنيف 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 من ليندسي جراهام يوضح ابعاد الحكايه. في نفس الجلسه على ذكر ليندسي جراهام قبل ما نغادره، كريستيان امانيور سالت ليندسي جراهام وبزعم انها فاجئته، هو ما كانش مجهز هذا السؤال. كان قاعد شرابة الخرج رضا بهلوي ابن الشاه، فبتقول له بتسأل ليندسي جراهام النائبة كريستيان أمانيور: أعلم أن رضا بهلوي يجلس بين الحضور، والكاميرا قطعت على رضا بهلوي، هل تعلنون دعمكم لرضا بهلوي؟ هل أنتم هتدعموا هذا الشيء؟ هل أنتم مستعدون للقول أنه الشخص نفسه الذي ستدعمه أمريكا أو الذي ستدعمه أنت شخصيا بوصفك سيناتور جمهوري بارز؟ ليندسي جراهام: أنا بزعم أنه أسقط في يدي. هو قاعد يحسب الرد، إيه الرد اللي ممكن يقوله، لأنه كمان ليندسي جراهام بقول لك هو لسان حال ترامب، هو بيفكر في ترامب قبل ما يفكر في نفسه. قال له لا، بس هو ما كانش محضر. قال له لا. ورضا بهلوي انت عارف الاشكال الخاينه اللي زي دي حضرتك ما عندهاش ماء في وجهها. ده يعني زي كده اللي خدت نوبل ماريا ماتشادو في فنزويلا كده. خلاص ما فيش حاجه، انت خلاص بقيت ملط من بدري، فانتهينا بقى. فرضا بهلوي طبعا وعمل خطابه وبتاع وكذا مع ليندسي جراهام، قال لها لا مش هندعمه. دي كانت ايضا من اللقطات المهمه في اليوم. محادثات امريكيه ايرانيه في جنيف تستأنف يوم الثلاثاء المقبل برعايه سلطنه عمان برضو اللي تحظى بقبول من الطرفين، وهي اللي هتدير تلك الوساطه في مباحثات جنيف. توماس ماسي بيكتب وصيته على خلفيه ملفات جيفري إبستين. كتب ايه بقى توماس ماسي؟ اقول لحضرتك: انا لست انتحاريا، اتناول طعاما صحيا، الفرامل في سيارتي وشاحنتي في حالة جيدة، امارس انضباطا جيدا ولا اوجه مسدسا الى اي شخص بما فيهم انا، لا يوجد برك مائية عميقة في مزرعتي، وانا سباح جيد جدا. حقيقة تويتة يعني تكيف بجد، اللي هو بصوا لو جالكم خبر ان انا انتحرت زي جيفري إبستين ابصقوا في وجه من سيحمل ذاك الخبر. دي خلاصة وصية توماس ماسي. اذا حدث ده اعرفوا ان انا لا بنتحر ولا بغرق، وصحتي كويسة جدا وحالتي النفسية اكتر من رائعة، وما برفعش مسدس لا على نفسي ولا على الاخرين. واي خبر بانتحاري نتيجة اللي فضحتهم واللي لسه انا مكمل في ذلك المشوار، اعرفوا انني قد نحرت ولم انتحر. انت شفت الست اسامي يا جماعة؟ المعركة اعنف مما تتخيلوا، وستزداد ضراوة كلما اقتربت انتخابات الكونجرس، ولن يستطيع ترامب ولا مين يلمها على الإطلاق، لأن الديمقراطيين عايزين يعيدوا الملف، بعيدا بقى عن الجانب الأخلاقية والبتاع وربنا دفع ربك للناس بعضها ببعض لإقامة العدل والحق. كل ده أمور أساسية وعناصر رئيسة في الموضوع، لكن كمان الحرب اللي عشان تجديد النصفي بشهر نوفمبر ستزيد هذا الموضوع ضراوة، وستزداد كرة الثلج مع الوقت، لن تتناقص. خدوا مني بس وتذكروا تلك الكلمات. اذا توماس ماسي بيكتب وصيته. اكسيوس عن مسؤول امريكي وزير الخارجية العماني اعد وثيقة تتضمن رسائل امريكا سلمها للارجاني. ده طبعا قبل اجتماعات يوم الثلاثاء. حكم تاريخي في بريطانيا، المحكمة العليا ترفض حظر فلسطين اكشن والحكومة تقرر الطعن. المحكمة العليا في بريطانيا حقيقة كان في احتفالات مدوية في ظل محاولة محاصرة ذلك الحراك فلسطين اكشن اللي بيطارد من يدعم الكيان وكده، وشفتوا تحركاتهم الحقيقة يعني تكاد تكون مجموعة التحركات العربية ما عدا اليمن. اكسيوس فلسطين، الخبر اللي نلاقي اكسيوس عن فلسطين اكشن ده
انه المحكمة العليا في بريطانيا قالت ان حظر المنظمة دي وعمل لها ارهابية ده كلام هجايص ولا يقبل، والحكومة قررت الطعن. حقيقة ربنا بيسخر من لا تتخيله لكي يسير قدر الله. خواتيم سورة الكهف لم تأتي عبثا، حاشاه حاشاه. في أراضينا المحتلة قيود الصلاة 10,000 في المسجد الأقصى المبارك اللي ربنا بارك حوله، 10,000 من الضفة فوق سن 50 سنة للنساء و55 سنة للرجال. دول اللي يحضروا الصلاة في رمضان والقيام والتراويح. 10,000 بني آدم من الضفة، يكون شرط ان كلهم فوق 50 سنة، النساء فوق 50 سنة، الرجال فوق 55 سنة. حقيقة النهاردة في تصريحات قوية جدا لبدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري ان اسرائيل ملزمة وان خطة ترامب انها تنسحب بالكامل من غزة، مش خط اصفر وخط بينك ولا اي حاجة، يجب ان تنسحب بالكامل وان ندخل للمرحلة الثانية. المجلس التكنوقراط اللي قرر او اختير لحكم غزة كان النهاردة في تركيا بيجري مشاورات على اعلى مستوى. بدر عبد العاطي قال ايضا ان تقسيم السودان خط اسود، اتمنى ان يصدق وانه ده غير مقبول على الاطلاق. قلت لك بيلعب على الوينجين، راح الامارات ادى اللي عايزه، قال له ولازم تعرف ان فوتنا ليك مش لغيرك، وبيطير لابن سلمان لازم تعرف ان فوتنا ليك مش لغيرك، ومسير الراقص على الاحبال يقع وتنكسر رقبته باذن الله. قولوا امين في تلك الايام المباركه. روبيو بيؤكد زي ما قلت لحضراتكم ان ترامب مستعد لمقابله خامنئي اذا ابدى رغبه في ذلك. مش عارف ده كمين عشان خامنئي يغتيل في اللقاء، لان دي واحده اللي عارفين الطياره اللي حملت اللي ما تزال فيها جزء كبير من الاسرار الفريق اللي خطف نيكولاس مادورو من فنزويلا. الطياره دي وصلت الخليج، في تساؤلات ايه القصه، لانه طبعا يعني اللي يحقق اهم حاجه لاسرائيل وامريكا هو سقوط النظام من غير ما امريكا تضطر تدخل المواجهه مع ايران، لان هتكون ذات عواقب وخيمه. هو نفسه يعمل كده بكل تاكيد. فروبيو بيقول ان ترامب مستعد يقابل خامنئي. حقيقه اذا خامنئي كان مستعد لذلك اللقاء، وان امريكا ستبقي قوتها في الشرق الاوسط الى اجل غير معلوم. روبيو بيقول ان امريكا ستبقي قوتها في الشرق الاوسط الى اجل غير معلوم. اللي عاجبه بقى ليه؟ لان ايران ابدت حقيقه قدره على الاضرار بالمصالح الامريكيه والاسرائيليه، فالقوات الامريكيه ستظل في الشرق الاوسط. اخر 3 استطلاعات راي جماهيريه في امريكا، تخيل حضرتك، عشان كده بقول لك الحكايه ستزداد اشتعالا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. اخر 3 استطلاعات راي بتقول انه الشعب الامريكي شايف ان بايدن احسن من ترامب. ايوه زي ما سمعت كده، رغم كل الطنطنه اللي بتسمعها من ترامب. اخر 3 استطلاعات راي بتؤكد ال3. يعني هارفارد عملت استطلاع يوم 29-28 يناير، شركه استطلاعات التابعه لمارك بين ان، انه بيقول لك 51% من الناخبين المسجلين بيقولوا ان ترامب بيقوم بعمل اسوأ من بايدن. راسموسن من 2-4 فبراير، شركه الاستطلاعات المقربه من ترامب، تواجه انتقادات من انصار ماجا بعد ان وجدت ان 48 من الناخبين المرجحين يقولوا ان بايدن ادى عملا افضل كرئيس، مقابل 40% اختاروا ترامب. شركه الساعات القريبه من ترامب 48% بايدن عمل شغل احسن من ترامب، بايدن النائم. طيب منظمه يو جفرنمنت ايكونومست 46% من البالغين، الاستطلاع ده من 6-9 فبراير، 46% من البالغين في الولايات المتحده بيقولوا ان ترامب بيقوم بعمل اسوأ من بايدن، مقابل 40% يرون انه يقوم بعمل افضل. يعني 46% شايفين ان بايدن افضل. ده ترامب بعد السنه التاريخيه اللي بقول لك عملت اللي ما عملش وبنيت الجيش وفرضت السلام في 8 اماكن وعليت الاقتصاد وزودت ده اخر استطلاعات الراي. فتفهم ان الحكايه ستكون شرسه لاي درجه.
تفهم ان الحكايه الانتخابات المصريه ستكون شرسه لاي درجه. القياده المركزيه للجيش الامريكي بتقول ان في 10 غارات على اكثر من 30 هدف لتنظيم الدوله في سوريا في الفتره من 3 فبراير لحد 12 من ذلك الشهر، لحد اول امبارح. ترامب بيقول انه سيقوم بزياره فنزويلا قريبا، وان علاقته مع ديلسي رودريجيز النائبه المؤقته جيده جدا في مجال النفط، وان هيزور فنزويلا قريبا. جيف بيزوس حقيقه الخضع بشكل كامل لترامب، بيفصل اكتر من 300 صحفي في ضربه واحده في مشهد حقيقه عامل زلزال في الوسط الاعلامي في امريكا. التحليلات كلها بتقول ان الموضوع سياسي ملوش دعوه، هو بيلصقه بالجانب المالي، وحتى الجانب المالي اللي فصلوا بيقولوا ويؤكدوا ان ده نتيجه كميه الفلوس اللي دفعها جيف بيزوس لميلاني، والفيلم اللي اتكلف اكتر هو اداها بس 40 مليون، الفيلم اتكلف 75 مليون او حاجه، ده ذاكره لم تخني، واللي فشل ذريع، وقالت ان ده نتيجه الاسراف اللي عمله. لكن واشنطن بوست مش مرضي عنها اطلاقا من ترامب، وجيف بيزوس شال 300، ده منهم واحده مراسله واشنطن بوست جالها خبر الاقاله وهي عجبها في اوكرانيا. شيء مشهد عجيب جدا في امريكا. ده ابرز الاخبار في الساعات الفائته. بدعوكم وانا بغلق ذلك البث انه الاشتراك في موقعنا الرسمي معتزمطر.com، الموقع اللي عليه الحلقات الكامله. ان شاء الله نكون معاكم في رمضان 4 ايام في الاسبوع زي ما تعودنا، من الحد الى الاربعاء. هقول لحضراتكم الساعه كام ان شاء الله في الايام المقبله. معتزمطر.com ده موقعنا الرسمي بلا حد. اتمنى ان حضراتكم ما تنسوش الاشتراك فيه. دمتم بخير، لا تحنوا رؤوسكم الا لله. الله غالب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء.